المقارنات عدوة السعادة والقناعة والرضا بالمقصود. لا تقارن نفسك بغيرك، قارن نفسك فقط بنفسك، فأنت لديك حياة وظروف وشخصية تختلف عن غيرك. قارن ما أنجزته أنت في حياتك بإمكاناتك وقدراتك، بطموحاتك وأدواتك. لا تقارن نفسك بغيرك، فأنت لا تعرف ما الذي حدث لغيرك وما هي الرحلة التي قطعها الآخرون حتى استحوذوا على خيالك ووقتك وفكرك. لا تقارن نفسك بغيرك، لأنك بكل بساطة لست هم وهم ليسوا بمثلك. لن يستطيع أحد أن يسقطك إلا إذا كنت متكئا عليه. لن يقدر أحد على أن يهوي بك إلا إذا كنت متشبثا به. لن تشعر بالضياع ولن تشعر بالغربة ولن تنام كثير القلب إلا إذا استبدلت حياتك بأحدهم لتراه على أنه هو الحياة، باستثناء أهلك. لا تسمح لأحد أن يكون لك كل شيء، لأنه إذا رحل ستشعر أنك لا شيء. لا تصغر من نفسك ولا من مكانتك بيديك، فأنت تستحق أن تكون لنفسك أغلى شيء وكل شيء. اللهم عوضني عن كل إنسان قابلته ولم يعرف قيمتي، عن كل شخص ظلمني. اللهم عوضني عن كل موقف أفسد بعضا من حياتي، عن كل صدمة كسرتني، عن كل طعنة آلمتني، عن كل خذلان آذاني. اللهم عوض ألمي فرحا وخساراتي مكسبا، واجعلني قرير النفس هانئ البال، واجعلني متصالحا مع نفسي في كل الظروف والأحوال، واجعلني صبورا شكورا، وجنبني ذل الحاجة ومر السؤال. حقيقة الأشخاص الذين من حولنا ومن نحن على علاقة بهم لا يعلمها إلا الله، ومهما سمعنا منهم من تأكيدات على طيبهم وحسن نواياهم، ومهما سمعنا منهم من وعود، ستبقى مجرد كلمات تسقط أو تنجح في امتحان الفعل والحاجة والخلافات. ليس عليك أن تتعامل مع البشر على أنهم سيئون حتى يثبت العكس، ولا كلهم جيدون حتى يثبت العكس. تعامل مع البشر ببصيرتك قبل بصرك، بعمقك قبل عاطفتك، بعقلك قبل قلبك، بحكمتك قبل تسرعك. ففي النهاية أنت وحدك من ستدفع ثمن قراراتك. هناك حكمة في كل الأمور في هذه الحياة، فقدومك إليها وحيدا ومغادرتك لها وحيدا فيها حكمة. الحكمة أن تعتمد على الله أولا ثم على نفسك، أن تستند على نفسك وكأنك أكثر الأشياء ثباتا في العالم. نعم، لا حياة بدون بشر، ولا حياة بدون أحبة، ولا حياة بدون عواطف وشوق وحنين واحتواء، لكن يجب أن تعود نفسك على قبول فكرة رحيل الناس وتغيرهم وتقلبهم واختفائهم. لا تجعل حياتك ولا سعادتك تقف عند فكرة بقاء أو رحيل أحد، وتذكر أن لا شيء يدوم إلى الأبد. في ناس وضعها هيك: فلان سافر وما قال. ليش كنت ناوي توصله للمطار؟ فلان تزوج وما قال. أكيد كنت ناوي تساعده بتكاليف العرس، ما هيك؟ فلان بنى بيت وما قال. أكيد كنت ناوي تشمر عن إيديك وتساعده بالتبليط ودهان. فلان عمل وفلان ساوى وما قال، وليش ما خبرنا؟